عاجل. الركراكي يصدم حمد الله بهذا القرار بعد أدائه المخيب في كأس العالم. من المنتظر أن يجتمع الناخب الوطني وليد ركراكي مع مساعديه رشيد بن محمود وغريب أمزين داخل مركز محمد السادس لكرة القدم في الأيام المقبلة بعد العطلة القصيرة التي استفادوا منها بعد المشاركة التاريخية في نهائية كأس العالم. وكشفت مصادر إعلامية أن اجتماع الركراكي بمساعديه يأتي من أجل التحضير لبرنامج الفترة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات القادمة، خصوصا أن الركراكي يتطلع لخوض مباراتين وديتين بالمغرب خلال شهر مارس المقبل. ذات المصادر كشفت أن وليد الركراكي كلف مساعده غريب أمزين بمتابعة 5 مهاجمين مغاربة من أجل تعويض أحدهم للمهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي خيب ظن الجماهير المغربية في أضخم حدث كروي بالعالم. وسيعمل مساعد ركراكي على تتبع مستوى مهاجم نادي جنيك البلجيكي طارق تيسودالي، ومعه محمد بولديني مهاجم نادي ليفانتي الإسباني، وأمين سلامة لاعب أنجا الفرنسي، وأيضا رايان ماي لاعب فرانك فاروش المجري، وأيوب الكعبي لاعب هاتاي سبور التركي. وسيتم تجهيز تقارير فنية عن الخماسي المذكور قبل منحها للمدير الفني وليد ركراكي الذي سيعمل على الحسم في الأسماء التي ستتم متابعتها بشكل أكثر دقة في الفترة المقبلة من أجل ضمها لعرين أسود الأطلس. سخي ومحب للأعلام.